السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللايرز في الفوتوشوب ناس كتير جدا مستصعبه الموضوع وشايفه ان اللايرز دي حاجه رخمه جدا. انا بقى في الفيديو ده هبسط لك الموضوع واقول لك اللايرز في الفوتوشوب دي ازاي تشتغل عليها وازاي تكون محترف فيها كمان وتلعب باللايرز لعب. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن واجهه الفوتوشوب والتول بار، واتكلمنا لو انت شخص فوت وريتاتشنج مبتدئ من الصفر الفيديو ده مهم اتفرج عليه. دلوقتي دي تاني حلقه من سلسله الفوتوشوب من الصفر، هنتكلم فيها عن اللايرز. فيلا بينا بقى نعرف اللايرز بتشتغل ازاي. انا هحاول ابسط لك الموضوع بكل بساطه. احنا عندنا اللايرز اللي هو الاصل ده اللي بيكون عليه القفل، اول ما بحط الصوره بيظهر قدامي. طيب بكل بساطه انا دلوقتي عايز اعمل كنترول جي او عايز اكرر اللاير ده، فعايز اكرره عشان ابدا اشتغل عليه. يعني مثلا انا دلوقتي معايا اللاير الاصلي بتاعي اهو، ده اللاير الاصلي اهو، ده اللاير الاصلي اهو. فانا مش عايز اشتغل على اللاير ده، انا عايز اسيب الورقه دي بيضه فاضيه وعايز اخد كوبي من اللاير ده احطه قدام اللاير ده كده. ليه؟ عشان لما اجي اشتغل هنا غلط بوظت حاجه، يبقى معايا اللاير الاصلي زي ما هو واللاير التاني اللي حطيته لسه انا قادر ان انا اشتغل عليه براحتي. بوظت حاجه بعرف امسحها، بعرف ارجع لها. فده كده بعمل ده ازاي بقى؟ بروح جاي رايح دايس على كنترول جي او كوماند جي من الكيبورد، بيعمل لي دوبليكيت لللاير. كده انا بقى معايا اللاير الاصلي بتاعي ومعايا لاير تاني لوحده. طيب ده كده اسهل حاجه اهو لو انا عايز اكرر اللايرات. طيب كل ما ادوس كنترول جي هيبدا يكرر معايا اللايرات الى ما لا نهايه. طيب دلوقتي الفوتوشوب ليه عمل موضوع اللايرات ده؟ لان اصلا ميزه الفوتوشوب ان هو دقيق. دلوقتي لو انا لابس الهودي ده وعايز اعمل شغل على اللوجو بس، فهعمل ايه؟ بسلكت على اللوجو لوحده واطلعه في لاير لوحده واشتغل عليه لوحده. هو الفوتوشوب مميز لينا احنا لان هو دقيق جدا، بيقدر يسلكت على نقط معينه وتفاصيل معينه يشتغل عليها لوحدها. فانا دلوقتي على افتراضا ان انا معايا الصوره دي، اول خطوه هاخدها ان انا هعمل كنترول جي عشان اسيب اللاير الاصلي لوحده، عشان لو قدر الله بوظت اي حاجه اعرف ارجع لها. بعمل ايه بقى؟ بجيب اي اداه سيلكشن واروح على مثلا اداه الكويك سيلكشن دي، انا عايز اسلكت الوش بتاعي عشان خاطر اشتغل عليه لوحده. فبروح جاي رايح عامل سيلكت كده. يبقى اول خطوه انا واقف على اللاير اهو بعمل سيلكت. تاني خطوه بعمل حاجه اسمها فيذر. ايه الفيذر ده؟ انا اي حاجه في الفوتوشوب بقصها لو ما خدتش فيذر بتاعها القص بيكون حاد جدا، فبضطر اخد فيذر. الفيذر ده كل ما الرقم بيكون كبير كل ما اطراف الحاجه اللي انا قصيتها بتبدا تسيح، كل ما الرقم بيكون قليل كل ما بيكون السيحان او التنعيم او النعومه بتاعته قليل. خد مثال هنطلع الوش دلوقتي من غير اي سيلكتات، من غير اي فيذر. كنترول جي عملت له سيلكت اهو، وهدوس كوماند جي لو انت ماك، وهلغي اللايرات دي. بلغيها ازاي؟ شايف العين دي؟ لو دوست كده انا كده حرفيا قفلت اللاير ده. بقول الفوتوشوب ما تشوفهوش، خليني في اللاير ده بس. ببص كده لو دخلنا زوم ان هنلاقي ان السيلكت حاد قوي، اطراف الوش او اطراف الحاجه اللي باخدها سيلكت حاده جدا. تعالى بقى نرجع نشغل ده تاني. عايز اعمل ديليت لللاير ده، بدوس باك سبيس اهو بالشكل ده كده، او ممكن ادوس ديليت عادي اهو. هرجع تاني هجي اعمل سيلكت، بتروح على قائمه سيلكت موديفاي فيذر وتختار فيذر 2 اهو بالشكل ده كده وتدوس كده. اخدت فيذر طلعه في لاير لوحده. تعالى نشوف بقى اطراف الوش، هتلاقيها بصوا كده الفرق بقت ناعمه او بقت سايحه شويه. وعايز اقول لك لو الرقم كان اكتر من كده تعالى نعمل مثلا 20 ونطلع كنترول جي، بص كده الاطراف ساحت خالص. فاحنا طبعا في السيلكت لما نكون شغالين على منتج او سبجكت بناخد فيذر 2. الفيذر ليه ارقام تانية بس واحده. فهنا اخدنا فيذر 2 وطلعت كنترول جي طلعته في لاير لوحده. كليكين على اللاير اهو بالشكل ده كده تقدر تسمي اللاير. فهنا هسميه فيس عشان نبقى عارفين كل لاير ده اشتغلنا عليه ايه، عملنا ايه. فيس. دلوقتي الفيس ده او الوش ده عايز اشتغل عليه اضاءه ولون. ما هو ده شغلانه الفوتوشوب. طلعته انا في لاير لوحده اهو، عايز ابدا اشتغل عليه اضاءه. بروح فين؟ بسم الله كده. ابسط حاجه واهدى حاجه اللي بحبها جدا الليفل. بروح جاي رايح على الليفل اهو كده. خلي بالك انا ما بشرحش، انا بشرح لك اللايرات، ببسط لك الموضوع. فمثلا انا عايز انور الوش، فباجي انور كده. ايه ده نازل على الصوره كلها وليه عمل كده. بص بقى اي حاجه هتعملها فوق اللايرات. انا دلوقتي في لاير اهو الاصلي بتاعي اهو، ده اللاير الاصلي. اي حاجه فوق الورقه دي لما بنزلها تنزل على ايه؟ على كل اللي تحت منها. زي كده بالظبط زي ما احنا عاملين الليفل كده. الليفل ده نزل على الصوره كلها. انا بقول له لا، انا عايزك تنزل على الوش بس. ركز بقى عشان دي الحلقه اصلا. عايز انزلك على اللاير بتاع الوش بس. بروح جاي رايح داس على المربع ده
اهو بالشكل ده كده. فكده عمل ايه؟ هو قرا اللاير اللي تحت منه بس، اللي لازق فيه دايركت. انما لو ما عملتش الحركه دي اي حاجه تحت منه هينزل عليه. فانا بدوس هنا بيعمل ايه؟ بينزل لي في اللاير اللي تحت منه بس. فانا اي حاجه هشتغلها هنا هتبقى على ايه؟ تبقى على الوش بس، او اللاير اللي انا عامل له سيلكتيف لاير لوحده ده. اوبشن رقم 2 كده، ده اوبشن رقم 1. تعالى ندليت ده. ايه الاوبشن التاني؟ بصبعك هتروح على تدوس كنترول او كوماند لو انت ماك، وتسلكت على الوش اللي انت عايز تشتغل عليه او تعمل عليه حاجه، وتروح جاي رايح واخد الفيذر بتاعك سيلكت موديفاي فيذر، وتاخد فيذر 2، وانت واقف على السيلكت اهو هتروح على الليفل تكليك بس، بيطلع في لاير فوق بماسك اهو. شكرا كده. اي حاجه انا هعملها بقت ايه؟ موجوده في لاير بماسك. طيب ده كده اوبشن رقم 2. اوبشن رقم 3، وانا واقف على اللاير نفسه هستخدم الاختصارات بتاعه الكيبورد. الليفل دي اختصارها كنترول ال، كنترول او كوماند ال. كوماند ال اهو هاجي اشتغل كده. عامل ايه؟ هو كده هيشتغل على الوش بس، لان انا اوريدي واقف اكشلي على اللاير، اعتمدت على الاختصار فهشتغل عليه هو بس. فاحنا كده عندنا 3 اوبشنات. يا اما اسهل اوبشن واسرعهم والبروفيشنال بيشتغلوا بيه، الاوبشن ان انا بقف على اللاير واستخدم اختصارات الكيبورد واشتغل على طول. اوبشن رقم 2 ان انا بعمل الاكشنز اللي عايز اعمله سواء لون او اضاءه، وبعد ما اعمله بدوس على المربع الايقونه اللي احنا قلنا عليها دي، بيقرا اللاير اللي تحت منه بس. اوبشن رقم 3 ان انا بقى جاي دايس على السيلكت الحاجه اللي انا عايز اقصها، بعد كده باخد الفيذر وادوس على الاكشن من اي اكشن من الادجستمنت لاير، بياخده لي هو يطلعه لي في لاير ماسك لوحده. اتمنى تكون فهمت النقطه دي. طيب نيجي لنقطه تانية، حاجه اسمها الماسكات، اللي انا بعمل حاجه اسمها ماسك عشان اقدر امسح. مش بمسح بالاريز او مش بمسح بالاستيكه. يعني دلوقتي انا عامل فوتو فلتر اهو لون كده، اي حاجه انا بدوس عليها من الادجستمنت لاير دي، اي حاجه لو واخد بالك كده بتفتح لك اللاير بلاير ابيض. لاير بلاير ابيض ليه بيعمل كده؟ بص بقى، لاير اهو انا دلوقتي دوست على الفوتو فلتر وحطيت لون على الصوره كلها، كلام جميل. وانا بقول له انا دلوقتي على افتراضا ان اللون ده عاجبني، بس انا مش عايزه ينزل على الوش، او مش عايزه ينزل على البنطلون، او مش عايزه ينزل على اي حته معينه. فبجيب البرش واروح جاي رايح مكبر الفرشه. انا بص، انا بكبر واصغر من الكيبورد من دول اهو. اتمنى يكونوا باينين. كيبورد من دول بيكبر ويصغر اهو، كبر ويصغر الفرشه. او اروح جاي رايح مكبر ومصغر الفرشه من هنا اهو. وطبعا بختار سوفت، ما بشتغلش انا هاردنس. هارد ده بيخلي اكن البرش مش متاخد لها فيذر، فخليك دايما في اول واحد. كبر الفرشه. بص بقى، الماسك ابيض بنخلي الفرشه اسود. كليك على السهم ده كده امسح. بص هيعمل ايه؟ اوباستي وفلو. بقول لك الاوباستي والفلو دول بعدين. اوباستي وفلو اهو. بص كده مسح لي من على البلوفر اللي انا لابسه بقى ايه. بص هيعمل لي لون اهو. ممكن اخلي الاوباستي 100% وامسح اهو كده. عمل ايه هو؟ انا نزلت اللون على الصوره كلها، وبالماسك الابيض جبت فرشه سوداء مسحت الجزء اللي مش عايزه ينزل على اللون ده. كده اوبشن رقم 1. في اوبشن رقم 2. ايه الاوبشن رقم 2؟ حضرتك مش عملت لي فوتو فلتر كده ونزل على الصوره كلها، وانا قلت لك لو انت عايز تمسح حته معينه منه بتجيب الفرشه سوداء وتمسح. طب تعالى نعكس. هدوس حاجه اسمها انفيرت، كنترول او كوماند اي كده. انا عملت انعكاس للفلتر، بقول له انا سيبني انا بقى هنزل على الجزء بس اللي انا عايزه. فمثلا انا دلوقتي عامل انفيرت، والله انا عايز ادي اورنج في الوش بس. طبعا هنا سودا، الماسك اسود، لازم تبقى الفرشه عكس ابيض. الاول كان ابيض، فرشه سودا. فنعكس وهندوس اكس او ندوس على السهم ده هنا. بصوا اهو، بصوا عمل ايه اهو. انا كده لونت الجزء اللي انا عايز الونه. على افتراضا دلوقتي انا دلوقتي عندي 2 اوبشن عشان ما تتوهش مني. يا اما هنزل اللون على الصوره كلها واشيل الاجزاء اللي انا مش عايزها، يا اما هعمل انفيرت وانفست الجزء اللي انا عايزه بس من اللون اللي انا حابه ده. والله حطيت لون ازرق مثلا وعايز انزله على السما بس، فجاي عامل انفيرت وملون للسما بس. دي كده شغلانه الماسكات. يا رب تكون فهمت الجزئيه دي. الحاجه التانية، اي حاجه اي اكشنز بتاخده، يعني مثلا انا دلوقتي عامل كلر بالانس وجيت اديت لون كده، اي اكشن بتاخده انت عندك حاجه اسمها اوباسيتي. اوباسيتي دي قوه الفلتر او قوه اللون او قوه اضاءه اللاير. لو نزلت كده اهو بيبدا ينزل معاك اهو. والله عملت لون حلو قوي بس هو اوفر قوي، فممكن اخد 50% منه، اخد 40% منه. ده الاوباسيتي بتاع اللاير نفسه. طيب عندي حاجه اسمها، خليني في الكلر بالانس زي ما هو،
عندي حاجه اسمها البيلدينج مود بتاع اللاير نفسه اهي. دي كلها بتبقى عامله شبه ايه؟ فلاتر لللاير. كل واحده من دول بتديني مود معين لللاير. لو عديت عليها كده بصوا يبدا يديني كاست مود معين من اللاير نفسه غير اللاير الديفولت العادي. دول انا بقدر العب عليهم بعد كده، ان انا ممكن اعمل تونات او اعمل اضاءه او اعمل اشكال معينه للون بتاع الصوره. طبعا الحاجات دي محتاجين نتكلم فيها ادق واحنا بنعمل اديت لصوره معينه، عشان لو شرحت كده نظري هتقول لي ماشي انا ما فهمتش حاجه برضو، بس انا حبيت بفهمك برضو ان دي بتاعت ايه. دي افكتز او تاثيرات للايه لللايرز نفسه. ايه كمان في اللايرز برضو مهم، ان انت دلوقتي لو انا دلوقتي انا هنا عامل سيلكت للوش وعامل سيلكت للبلوفر هاخده في فيزر، وعامل سيلكت للبنطلون اهو هاخده في فيزر. كده انا معايا سيلكت البنطلون، سيلكت البلوفر، سيلكت الوش. الناس المبتدئين بيغلطوا في ايه بقى؟ مثلا هو واقف كده ويعمل ليفل او كيرف ويعمل كده، يقول لي ايه ده انا شغال بس الحاجه مش جايه عند الوش. يعني مش جايه عند الوش؟ ما سيدي الفاضل، انت دلوقتي اللاير اهو اللي انت عايز تشتغل عليه، انت واقف تحته بتعمل ايه؟ هي دي الليارات. انت واقف تحت اللاير بتعمل ايه؟ انت عايز تشتغل على الوش اقف فوق الوش، عايز تشتغل على حاجه اقف فوقيها واشتغل عليها، لكن ما تبقاش شغال تحت وشغال تعمل تاثيرات تعمل مش عارف ايه وتقول لي هو ليه مش بيأثر فوق. خلي بالك من النقطه دي. فانت هنا عايز الكيرف يجي على الوش، اسحبه كليك احطه فوق. بصوا السحب اهو، بسحبه اشده احطه فوق، نزل على الصوره كلها. خلاص احنا اتعلمنا. هاجي اداس على المربع ده اهو وادوس على الايقونه الصغيره المربع ده تك كده، عمل ايه؟ نزل على الوش بس. اختصارها هي ليه اختصار؟ كنترول الت جي او كوماند اوبشن جي لو انت ماك، هينزل انفيرت على اللاير بتاع اللي هو اللاير اللي هو تحت منه بس. فاوعى تكون شغال تحت ومستني يحصل اي تأثير فوق. خلي بالك من تنظيم لياراتك. عندي حاجة لو بصيت تحت كده الشريطة دي، شايف الشريطة دي الادجستمنت لاير، دي اللي هي موجودة هنا. وعندي هنا لاير فاضي. بصوا بقى ده لاير شفاف، لاير شفاف. فاكرين الورق بتاع زمان؟ ما اعرفش الناس اللي حضرت دروس زمان، الورق بتاع زمان اللي هو الكربونات، وده اللي هو مثلا انا عايز اكتب ويشف لي من الناحيه الثانيه. اللاير ده بالنسبه لي بيكون فور سيف. انا مش عايز اشتغل على اللاير الاصلي. ليه يا جماعه؟ وانا بعمل اي حاجه مثلا دلوقتي انا عايز اعمل هيلينج، ايه الغلطه اللي بيقع فيها المبتدئين؟ بيقف على اللاير الاصلي تمام ويعمل هيلينج. انا بعمل هيلينج؟ لا، انا بعمل هيلينج على اللاير الفاضي ده. اللاير الفاضي ده بيكون مش بيملى معايا الداتا بتاعت الجهاز والفوتوشوب واللي هو التمبريتشر ويتقله مش عارف ايه. انا شغال على لاير فاضي خفيف فوق اللاير الاصلي بتاعي اللي هو الصوره، فبيكون اخف واسرع واضمن عشان لو في حاجه اعرف ارجع. يعني على افتراضا مثلا ان انا بعمل هيلينج اهو على اللاير ده كده وبوظت حاجه، اعرف ان انا امسح وارجع من اللاير ده تاني بكل سهوله. ان انا شغال على اللاير الاصلي بتبقى مشكله بالنسبه لي ان انا لو في حاجه اتشالت ممكن ما اعرفش ارجع لها. فانا اللاير ده بيكون لاير خفيف بيساعدني جدا ان انا بعد كده بص عمل ايه في الوش، بيساعدني جدا ان انا اعرف اشيل واصلح كنترول زد وارجع. وفي نفس الوقت بسميه ان ده خلاص انا عارف ان اللاير ده بتاع الهيلينج وسايب الصوره الاصليه زي ما هي على وضعها، ما باجيش جنبها. العصر بيقيم، احنا اتاخرنا فعايزين نلحق ننزل نصلي، فننزل نصلي ونكمل بقية الحلقة. ورجعنا من الصلاة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يتقبل. أهم حاجة يا جماعة والله العظيم احنا بنشتغل وبنسعى، بس الصلاة دي أهم حاجة. أهم حاجة في الدنيا دي الصلاة. مهما كنت بتعمل ذنوب، مهما كنت بتغلط، مهما كنت مقصر، اوعى تسيب فروضك، اوعى تسيب الصلاة. لبورك في عمل تركت من أجل الصلاة، فربنا يديمها نعمة علينا وعليكم. تعال نكمل بقى. دلوقتي أنا شرحت لك واجهة الفوتوشوب، اللايرز، الكلام ده كله. فاضل حاجة أخيرة بس، اللي هو دلوقتي لو أنا اشتغلت على مثلا عايز ادمج اللايرات دي اتش معايا، اللايرات دي كلها عايز ادمجها، فبدوس شيفت واعلم على كنترول اي كده، دمجت الثلاث لايرات دول في لاير واحد، ده اسمه ميرج. طيب تعال بقى مثلا عايز كل الليله دي، انا اللايرات دي عايزها وعايز احافظ عليها، بس عايز ادمج كل ده في لاير واحد. بعمل ايه؟ بدوس كنترول الت شيفت اي او كوماند اوبشن شيفت اي لو انت ماك. سيف يور لاير
حفظ لي اللايرات بتاعتي وسابهم لي كلهم فوق في لاير واحد. يعني كل اللي انا عملته هنا بقى موجود كله في لاير واحد. لو انا قعدت الون واشتغل واعمل ومش عارف ايه و وبقى في لايرات كتير قوي، عايز اعمل كل ده كومبو في لاير واحد فوق خالص، بعمل الت كنترول شيفت اي، دمجهم لي كلهم في لاير واحد. في اوبشن تاني ان انا بحطهم في جروب. مثلا دلوقتي انا عامل لايرز للكالرنج ولايرز للاضاءه، فعايز ادمج مثلا اللايرون دول لوحدهم في جروب، فبعمل كنترول جي، كنترول جي، دمجهم لي في جروب، بحيث مثلا يبقى انا عارف ان الجروب ده انا اشتغلت فيه مثلا على البلوفر، الجروب ده انا اشتغلت فيه مثلا على النضاره، الجروب ده يبقى انا مقسم شغلي لايرز وجروبات، بحيث اقدر ارجع له اي وقت لو عندي مشكله والكلاينت عدل عليا في حاجه اعرف ارجع للجروب. كده يبقى احنا خلصنا حلقه النهارده، اتكلمنا فيها عن اللايرز، اتكلمنا فيها عن الماسكات وهم بيشتغلوا ازاي. اصلا الحلقه الجايه بقى هنبدا ناخد ايديت بجد. يعني انا خلاص كده الحلقتين اللي فات مهدتك انت من الصفر خالص، اول ما تفتح البرنامج هتعمل ايه. انا لحد الان ما اشتغلتش اكشلي جدي في الحاجات دي. خلاص يا اتش كتر الف خيرك، انت اديتني اويرنس عن الموضوع، اديتني فكره عن الموضوع بيمشي ازاي. بس انا بحب، انا راجل عملي وبحب اخش في الجد على طول عشان المعلومه تثبت معايا وابقى شفتها نظري وشفتها عملي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح الصوره دي من A to Z بقى. صوره اهي اندور متصوره اندور، عايزين نلونها وعايزين نظبط السكين تون وعايزين نعمل لها سيلكت وناخد فيذر ونركب الخلفيه ونركب خلفيه بيضه ونرسم الشادو ونعمل ريتاتشنج للبشره. هنبدا نشرح الصوره دي كده بالخطوات بالتفصيل عشان تفهم اللايرز بتمشي ازاي. ولما اللي انت فهمته نظري يتطبق قدامك عملي، المعلومه هتثبت بشكل اكبر بكتير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان لما السلسله دي ان شاء الله تنزل تتفرج عليها. وما تنساش تدعمني بكومنت ولايك وشير، بجد هيفرق معايا جدا عشان افضل مكمل وافضل بنزل في حلقات. دعمكم بجد هو اللي بيفرق معايا. شكرا جدا جدا لكل حد كمل الحلقه للاخر، والسلام عليكم.